السلام عليكم، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. معاكم اخوكم عبد الله. في حلقه النهارده هنتعرف ازاي نعمل تطبيق محول العملات بطريقه سهله جدا، وبطريقه ما حدش شرحها قبل كده على اليوتيوب، ولا حتى ليها مشاريع جاهزه هتلاقيها في اي حته. يعني الطريقه دي حصريه بس على قناه الحبار المصري. انا بتعب جدا عشان اعمل لكم الملفات وبقدمها لكم بطريقه مجانيه من غير اي عقوبات، وكمان بتحملها برابط مباشر. ما تبخلش عليا ان انت تدي الفيديو لايك وتشترك في القناه لو انت مش مشترك. طب تعالى نبص على التطبيق اللي هنعمله. هنفتح التطبيق بالشكل ده. طبعا التطبيق بيشتغل بالانترنت زي ما انتم شايفين كده، محول العملات. هنا عندك فوق الدولار، وعندك تحت بتحدد الدولة اللي انت عاوز تعرف سعر الدولار فيها كام. مثلا هكتب الجنيه وهنجيب الجنيه المصري، وهنا بيقول لك الدولار عامل 30 جنيه، قول 31 جنيه. تمام. تقدر طبعا تكتب الرقم اللي انت عاوزه ويظهر لك هو هيبقى كام بالدولار، زي ما هنجرب دلوقتي. كتبنا هنا 1000 جنيه، ظهر لك فوق ان هو 32 دولار، وكتب لك تحت ان هو قيمته 32 دولار. وهكذا تقدر تجيب اي دولة وتعرف سعر الجنيه المصري فيها، او اي عملة انت عاوزها فيها كام. عندك الدنمارك هنا عاملة 223. نبدأ بقى في شرح الفيديو عشان الفيديو ما يبقاش طويل. يلا نخش في الشرح. هنفتح تطبيق سكتش وير. طبعا هتقدر تعمل نفس الشرح ده على اي نسخه ان يبقى عندك، يعني مش شرط نفس النسخه دي. هنضغط على علامه الزائد وهننشئ مشروع جديد. بص بقى يا سيدي، احنا هنا هنستخدم مكون الويب. بس عايزك تعرف حاجه، الويب ده احنا هنستخدمه لسبب واحد بس. احنا معانا هنا ملفات HTML، فعشان نقدر نشغلها على سكتش وير فلازم اوريك بس الملفات الاول. فلازم نستخدم مكون الويب. اما مكون الويب في حد ذاته ما لهوش اي لازمه بالنسبه لنا. محول العملات. طبعا الملف ده هتلاقيه برابط مباشر اسفل الفيديو. هتلاقي معانا هنا الكود. لو فتحنا كده الكود وعملنا له تحديد كامل ورحنا بيه على المتصفح، عشان مثلا نفتح متصفح جوجل كروم، وعملنا بحث. طبعا زي ما انتم شايفين مش هيظهر لنا اي حاجه. طيب امال ايه الرابط ده؟ الرابط ده عشان نقدر نشغل الملف اللي هو امتداده HTML في سكتش وير. فالملف الكود ده او الويب والرابط دول بس عشان نفهم سكتش وير ان احنا معانا ملف بامتداد HTML وعاوزين نفتحه في صفحه الويب. تمام. هننسخ بقى الكود، انسخ الكود كله، ما تسيبش في اي حاجه. تمام. ونروح هنجيب البلوك الخاصه بالURL اللي هي خاصه بالروابط. هتضغط على الثالثه من تحت. طبعا انا بحاول اشرح بشكل تفصيلي عشان الناس اللي جديده في سكتش وير ما يفوتهاش حاجه. وهنجيب البلوكه ديت. تمام. اللي هي بلوكه الURL. طبعا هنحدد هنا الويب وهنضيف الرابط هنا. نيجي بقى الخطوه الثانيه والخطوه المهمه جدا. هنضغط على الثلاث نقط دول وتضغط هنا كده، وبعد كده تضغط هنا عشان نضيف ملف ال HTML. طبعا انت بعد ما تحمل الملف هتلاقي عندك في ملف داونلود، هتلاقيه بره هنا خارجي، مش هتلاقيه جوه. انا حاطه هنا في ملف ثاني. تمام. محول العملات، وهنحدد ملف ال HTML. خلي بالك من الاسم ده نفس الاسم اللي موجود في الكود، فلو هتغير اسم الملف تغيره برضه في الكود. هوريك اهو. خلاص ضفنا الملف. هنيجي هنا كده في الكود هتلاقي اسم الملف مع امتداد HTML. مالكش دعوه بال HTML، غير اللي قبل النقطه. هتغير الاسم هنا غيره في اسم الملف. نعمل حفظ، نعمل تجميع للتطبيق. هنسرع المشهد ده، وزي ما انتم شايفين كده التطبيق هيتثبت معانا من غير اي مشاكل. نسرع المشهد ده كمان. ورجعنا لكم بعد ما ثبتنا التطبيق وهنعمل له فتح. طبعا زي ما انتم شايفين كده التطبيق اشتغل من غير اي مشاكل. طبعا تقدر تنفذ الشرح ده على اي تطبيق بيدعم الخاصيه اضافه الملفات، مش شرط النسخه اللي معايا. وبكده وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى يا رب يكون الشرح عجبكم، ويا ريت تشتركوا في القناه وتعملوا لايك للفيديو عشان ده يشجعني انزل لكم شروحات حصريه على القناه الخاصه بينا. سلام. كان معكم اخوكم عبد الله من قناه الحبار المصري.